أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على الوجه الأكمل وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية. كما أكد وزير الزراعة في بيان دعمه الكامل للمهندس طلعت شوقي بشير مسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج الذي تعرض للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينا الشرقية بمركز سوهاج في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. في سياق متصل كلف وزير الزراعة الجهات المعنية بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الأمنية بسوهاج لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذا الاعتداء، ودعا الوزير كافة المواطنين للتعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن أي تعديات لضمان الحفاظ على مقدرات الوطن.